السلام عليكم ورحمة الله، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. أنا سمر من مطبخ وصفات سمر حسين ودي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وما ننساش طبعا الدعاء لأهلنا في غزة، ربنا يا رب ينصرهم نصرا يتعجب من أهل السماوات والأرض. ومكملين في سلسلة أكل المطاعم. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن المكرونة السهل ده. ولو انتي محتارة تعملي غدا ايه هتعملي أحلى طاجن مكرونة سهل جدا والأولاد كلهم هيحبوه. عندي أول حاجة هابدأ بيها، عندي 2 معلقة من الزيت زائد معلقة كبيرة من السمنة، وهنقلب كل المكونات دي، وهننزل عليهم ب4 بصلات بحجم متوسط، هنديهم تشويحة حلوة كده لغاية اللون ما يبقى دهبي فاتح، وبعد كده هانزل عليهم بنص كيلو من اللحمة المفرومة، وابتدي أقلب كل المكونات اللي انتم شايفينها دي مع بعض لغاية اللحمة ما تتعصج كويس مع البصل. طبعًا يا جماعة لو أنتم بتحبوا كمية البصل أكتر تقدري تكتري كمية البصل. أنا بالنسبة لي 4 بصلات بحجم متوسط بتبقى حلو جدًا. تفضلي قلّبي كده لغاية اللحمة ما تتعصج كويس، وبعد كده هننزل عليها التوابل. التوابل هنا تقدري تستخدمي ملح وفلفل وبابريكا وشطة وكاري وتوابل لحمة، واستخدمي التوابل اللي أنتِ بتفضّليها. التوابل اللي استخدمناها أنا هانزّلها لكم على الشاشة كده. طبعًا بتبقى نُص معلقة صغيّرة من كل المكونات دي. طبعًا طاجن اللحمة إحنا مش بنستخدم فيه أي حاجات زيادة، هو كل اللي بنستخدمه عصاج اللحمة ومعجون الصلصة اللي إحنا بنعمله اللي بنسقي بيه المكرونة. طبعًا الملح هنا حسب الرغبة، بس نحاول ناخد بالنا إن الملح بيكون في العصاج وكمان في الصلصة اللي إحنا بنحضّرها، فناخد بالنا إن إحنا يعني نضبّط كمية الملح علشان الأكل ما يبقاش مالح معانا. طيب عندي معلقة كبيرة من السمنة، عليها معلقة كبيرة من التوم المفروم، وابتدي أقلب المكونات دي لغاية ما التومة تاخد لون حلو معايا دهبي، وبعد كده هانزل عليهم بكيلو من الطماطم. هتقولوا لي الطماطم كتير، لأ مش كتير، لإن أنا هاعمل 3 طواجن، فأنتِ لو هتعملي الكمية أقل هتقدري تضبّطي الكمية. بعد كده هانزل قبل ما أنزل بالطماطم هانزل بالخل. عندي معلقتين كبار من الخل، بعد كده هانزل عليهم بلتر من عصير الطماطم، وقُلنا أنا استخدمت كيلو. قلّبي كل المكونات دي لغاية الطماطم ما تتسبّك، وطبعًا نضبّط الملح زي ما قُلنا، وبعد كده هننزل بالتوابل ملح وفلفل ومعلقة صغيّرة من السكر ومكعب من المرق. مكعب المرق بيدّي طعم حلو جدًا، تقدروا تستخدموا المرقة السايبة. ضبّطي كل المكونات دي، وبعد كده أول ما تتسبِّك الطماطم بنقفل الطماطم كده، شايفين هي لسه هنا ما اتسبِّكتش. بعد ما بتتسبِّك هانزل بيها على الطواجن. عندي هنا 3 طواجن، طاجن حجم كبير و2 متوسط. دهنت في أرضية الطاجن شوية من الزيت، وبعد كده نزلت عليه باللحمة المفرومة، ونزلت عليه بالمكرونة، وهانزل عليه بالطماطم. أنا نزلت بشوية من الطماطم، يعني قسّمت كمية الطماطم على ال3 طواجن. طبعًا اللحمة المفرومة بتكون متعصّجة حلو، أنا بانزل هنا عليهم بمَيّة مغلية، تمام، علشان المكرونة لغاية المكرونة يعني ما تتغطى تمامًا، وعلشان المكرونة تستوي معايا حلو. حاولي توزّعي كده الطماطم في كل طاجن بالمعلقة، وبعد كده هنغطيهم بورق فويل وندخّلهم على فرن متسخّنة مسبقًا على درجة حرارة 180، وبعد كده بنهدّي عليها النار بنحطها على الشبكة في النُص. أنا هنا استخدمت جبنة موتزاريلا وده اختياري، تقدري تستخدميها أو لأ. طبعًا بتاخد وقت في الفرن ما يقرب من نُص ساعة لساعة إلا ربع. أنا هنا استخدمت مشكِّل جبن واستخدمت جبنة موتزاريلا. وبعد كده هندخّلهم الفرن ونسيبها لغاية ما تستوي. عندي هنا بقى بعد ما خرجت من الفرن أنا باحاول أفرّغ الجناب بتاعة الطاجن علشان أقلبها، بيبقى عندي طبق باقلبها عليه، تمام. وبعد كده بتشوفي اللحمة قد إيه هي مرسومة في الطاجن من تحت، شايفين؟ هنا الطاجن كان سخن جدًا، فخدوا بالكم يا جماعة. أدي أهو شايفين ما شاء الله مش لازق في الطاجن
واللحمة مرسومة والمكرونة، يعني ما شاء الله. بجد الوصفة دي هتعجبكم جدًا وهتعجب الأولاد، وسهلة جدًا وبناكلها في كل المطاعم، بس بالعكس إحنا عارفين مصدر اللحمة اللي إحنا بناكلوها، وعارفين الحاجات اللي إحنا ضايفينها فيها. وبما إني كل سنة وأنتم طيبين، عيد الأضحى قرّب واللحمة بتبقى كتير عندنا، نقدر نطبّق الوصفة دي. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. سلام عليكم.